السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى عندنا قصة عن فضل الاستغفار وعن فضل اللجوء والانطراح بين يدي الله عز وجل. فقبل أن نبدأ القصة لا تنسى أخي الكريم تضغط لايك وتشترك معنا في القناة فضلا منك وليس أمرا. يقول أحد الإخوة كان في الحرم المدني، والتقى بأحد الأصدقاء فقال له: يا أخي أنا علي ديون ضاقت علي الدنيا بما رحبت. فيقول هذا الأخ: أنا أوصيت هذا الأخ هذا، قلت له: يا أخي اسمع، هناك قصص كبيرة وكثيرة عن الاستغفار، وقبل القصص هناك آيات عن فضل الاستغفار، وهناك أحاديث نبوية عن فضل الاستغفار، فالزم الاستغفار يا أخي يفرج الله عنك، الزم الاستغفار يفرج الله عز وجل عنك. يقول: فجلسنا في مكان بعيد خارج المسجد النبوي نشرب قهوة، فجاء إلينا أحد الأشخاص يقول سلم عليه ونحن نعرفه، السلام عليكم وعليكم السلام، جلس معنا فعلم أننا نتحدث عن الدين وعن الشدة فقال لي: أنا وقعت لي قصة سأخبركم بها عن الاستغفار. يقول هذا الإخوة: قلنا له: قل لنا، نحن في أمس الحاجة لسماع قصة تحفزنا، قصة تدفع طموحاتنا إلى الأمام. يقول: قال لي: اسمع، قال لي أنا قبل فترة أصابتني فاقة، أصابتني شدة، أصابتني قلة الفلوس المال، وعندي ابن يريد الزواج، ووالله العظيم لا يوجد عندي مال من أين أزوجه. يقول: فذاقت علي الدنيا بما رحبت، فبدأت أدعو الله عز وجل وألح في الدعاء وأدعو وألح. وفي يوم من الأيام ذهبت إلى المسجد النبوي وصليت المغرب، ثم بقيت في المسجد أدعو وأدعو وأدعو وألح، أقول: يا رب، يا رب إلى من تتركني، يا رب، يا رب، يا رب قد لجأت إليك، يا رب قد لجأت إليك، يا رب قد لجأت إليك، يا رب لا تحرمني، يا رب أجب دعائي، يا رب أجب دعائي. يقول: وأنا أدعو وأدعو وألح إلى أن أذن العشاء. يقول: فأذن العشاء فصليت، ثم انصرفت إلى بيتي. يقول: دخلت وإذا بالزوجة جهزت العشاء، فحطت العشاء على المائدة. يقول: والله العظيم لم أذق منه الذوق الأولى إلا وهي تخبرني، تقول: يا أبو فلان، عندنا مزرعة في المكان الفلاني، هي مزرعة هذه ورثتها من أبيها هي وإخوانها، عندنا مزرعة في المكان الفلاني وإخواني عرضوها للبيع وجابت 4 مليون ريال سعودي. فقلت: لا، هذه تجيب أكثر. قالت: والله هو أراد أحد أبناء عمومتهم أن يشتريها منهم، طبعا ويعطوها حقها طبعا، لكن أعطاهم 4 مليون ريال، فهم الآن في حيرة. يقول: فجاء في بالي أحد التجار الذين يبيعون ويشترون في الأراضي، فيقول: لا، ليس لي به علاقة، ولا أو عندي معها اتصالات كثيرة، لا، وإنما جاء في بالي، الله عز وجل حطه في بالي سبحانه عز وجل. طبعا رقمه عندي لكن لا أتصل به، ولا هو تاجر كبير وأنا رجل على قد الحال إن صحت العبارة. يقول: فاتصلت به: السلام عليكم وعليكم السلام، معك فلان، أهلا وسهلا. يقول له: يا أخي، عندنا أرض أهلها يريدون أن يبيعونها، غدا إن شاء الله في الصباح ألتقي أنا وإياك ونذهب نراها. قال له: لا، نراها الحين، نراها الآن، أنا عندي الشاري. قال: ماذا؟ قال: لابد أن أراها الآن. قلت: يا أخ هذا الليل. قال: لا، أراها الآن وأشوفها، والآن أتكلم معك عن الثمن وعن كل شيء. يا سبحان الله العظيم.
يقول فبدأت بواشر الفرج تأتي، فالتقيت به وذهبنا. يقول فإذا به ينظر يمنة وينظر يسرى إلى هذه المزرعة. يقول فأعجبتها المزرعة، فقال قال المزرعة كم ثمنها؟ قلت له لا أدري. قال لابد أن تخبرني عن الثمن الذي يريدون أن يبيعون به. يقول أنا خطرت في بالي 10، قلت لها 10 ملايين، يعني هذه يبيعونها ب10 ملايين لأن حق زوجتي هناك. قال اسمع، أنا أعطيهم 8 ملايين وأعطيك أنت إذا تمت البيعة أعطيك أنت 200,000 ريال سعودي، يعني تقريبا 50,000 دولار. هذه كمال الوساطة أو السمسرة. يقول فاندهشت سبحان الله، قلت كيف يعني بين المغرب والعشاء أدعو وأنا الآن في منتصف الليل انفرجت. يقول فذهبت إلى البيت، يعني عدت إلى البيت فأخبر زوجتي بالموضوع. وفي الصباح اتصلت بأصهاري يعني إخوان زوجتي، قلت لهم المزرعة عندي لها مشتري وأعطاكم فيها 8 ملايين ريال. يقول فأعجبهم الخبر وأدهشهم الخبر، لأن الأول ابن عمهم هذا أعطاهم فقط 4 ملايين. يقول فأعجبهم الخبر. قال له الأخ الأكبر هذا، قال اسمع والله إن تمت البيعة أعطيك 200,000 ريال. قال اسمع أزيدك والله أعطيك إن تمت البيعة أعطيك 300,000 ريال. يقول والحمد لله، يعني بعد يوم يومين تمت البيعة وتبايعنا واشتروا منه، وأعطاني هذا 200,000 ريال وأعطاني هذا 300,000 ريال، والحمد لله تيسرت أموري. وفي ظرف من المغرب إلى العشاء إلى منتصف الليل جاءت البوادر وجاءت البشائر وجاءت لطائف رب العالمين. فيا إخواني ويا أخواتي، لا تقنطوا أبدا من رحمة الله عز وجل، ولا تقنطوا أبدا أنكم لزمتم الاستغفار ولم يستجب. لا، إلزموا الاستغفار، إلزموه أنتم والله العظيم على يعني تذكرون الله عز وجل ذكرا كبيرا وكبيرا جدا، ألا وهو الاستغفار. فالزموا هذا الذكر، إلزموا هذا الذكر يا إخوان، ترون العجب العجاب بإذن الله عز وجل. أنا أعطيك مثال، ولله عز وجل المثل الأعلى. مثلا أنت التقيت مع حاكم دولة وقال لك هذا رقمي، إذا احتجت أي شيء اتصل بهذا الرقم يصلك ما تريد في الحين. فلو هذا الحاكم مثلا أنت تركته في يوم من الأيام واتصلت بالوالي أو اتصلت بشخص أقل منه، هل يغضب هذا الحاكم أو لا يغضب؟ يغضب. ولله عز وجل المثل الأعلى، قال ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة المضطر إذا دعان. الله عز وجل أمرنا أيها الإخوة والأخوات بدعائه، والاستغفار من الدعاء. فيا إخواني ويا أخواتي، يا من عليك ديون، يا من ذاقت بك الدنيا بما رحبت، يا من عليك أحزان، يا من أصابك المرض، يا من أثقلتك الهموم، الجأ إلى الله عز وجل، والله العظيم سيفرج الله عز وجل همك ويقضي دينك ويزيل عنك الأحزان والهموم والغموم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.